الافراح مش بس بتتوالى بفوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا ولا بفوز ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا، بل بتتوالى في حاجات كتيره جدا هقول لك عليها بالتفصيل في الفيديو. بس اول حاجه مش عايزين ننسى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما بقول لك الافراح مش بس بتتوالى بفوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا ولا بفوز ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا. الافراح بتتوالى في حاجات كتيره جدا وهقول لك عليها بالتفصيل. ومن ضمن الافراح طبعا اللي بتتوالى وهو الاحتفال